النقطه دي عاوزك تركز فيها قوي عشان دي بمليون جنيه. خدها قاعده في ودانك كده عشان ايه هظبط لك بيها حاجات كتير جدا. حتى ايه هي بقى؟ لو انا عندي مكان زي مثلا ذا بريزن، وتلاحظ هنا جبتها ايه ذا بريزن. بص كده يا سيدي، انا عندي في مكان، المكان ده انا ممكن اروحه عشان سببين. السبب الاولاني عشان الغرض اللي اتعمل للمكان ده. يعني ايه الغرض اللي اتعمل للمكان ده؟ يعني مثلا دلوقتي مدرسه اتعملت ليه؟ عشان اتعلم، يبقى انا بروح المدرسه عشان الغرض بتاعها، يبقى اروح مدرسه عشان اتعلم. مستشفى اتعملت ليه؟ عشان العلاج، يبقى انا تعبان ورايح المستشفى عشان اتعالج. السجن اتعمل ليه؟ عشان العقاب، يبقى في حد عمل جريمه فرايح السجن عشان يعاقب، يبقى دي اسمها الغرض اللي اتعمل للمكان ده. لو انت رايح المكان عشان الغرض بتاعه ما تحطش معاها ذا. يبقى مثلا يقول لك ايه go to school ليه to learn، go to hospital ليه to be better، go to prison ليه مثلا to be punished عشان ايه يعاقب. اما لو جبت معاها ذا يبقى انت رايح المكان عشان حاجه تاني غير الغرض بتاعها، رايح تزور حد، رايح تقابل حد هناك، رايح تشوف حد هناك، يبقى اسمها ايه؟ اسمها ذا present. يبقى لما تكون عندك انت مكان رايحه الغرض بتاعه من غير ذا، من غير الغرض بتاعه رايح تعمل حاجه تاني غير الغرض بتاعها، رايح تقابل المدير في المستشفى او رايح تقابل المدير في المدرسه او رايح تزور حد مسجون، يبقى اسمها ايه؟ ذا، ودي المكان بتاعه. واضحه؟ هنكمل اللي بعدها.